مره كده انا واصحابي كنا متجمعين مع بعض وكنا عايزين نطلب اكل، وكنا بنفكر ان احنا نطلب مكرونه الفريدو. فجاه صاحبنا قال بنبره حاسمه: لا لا، اطلبوا انتوا عشان انا طالب لوحدي، انا عامل دايت. بصينا له باستغراب كده وقلنا له: دايت ايه يا عم؟ وانت يعني هتطلب سلطه ولا هتطلب ايه؟ ما تطلب معانا وخلاص. بص لنا بصه استعلاء معرفي كده وقال: برجر بالخس من غير كايزر عشان انا ماشي على نظام الكيتو. طبعا كلنا قعدنا نضحك وقلنا له: دايت ايه وبرجر ازاي؟ بدون اي مقدمات جه صاحبنا الغشيم وقرر ان ده مش وقت هدوء خالص. راح ساب التليفون من ايده وقعد يزعق: ايه العبط ده؟ انت كده بتدمر صحتك، واللي بتعمله ده غلط ما يسكتش عليه، اهلك لازم يمنعوك، وانت هتسال قدام ربنا في اللي بتعمله في جسمك ده. الجو فجاه كهرب طبعا، وصاحبنا اللي عامل دايت اتقمص وما رضاش يرد عليه. لما حاجته وسابنا ومشي والموضوع كله باظ وكلنا روحنا بيوتنا من غير ما نطلب حاجه اصلا. ساعتها سالت نفسي: ايه اللي يخلي خناقه على اكل تخلي اتنين صحاب يقفشوا على بعض كده؟ السؤال ده رجع في دماغي تاني لما شفت خناقات كتير دايره على نظام اكل في السوشيال ميديا الفتره دي. الناس بتدافع عنه ولا كانه عقيده وليها اعداء، كانها اكتشفت الحقيقه والناس دي طالعه عشان تحاربها. وناس تانية بتشتم وتهزر على النظام ولا كانه محاربته واجب وطني. فجاه بقى الكل مستعد يمسك في الكل عشان بس ينتصر لرايه. هو ليه الناس بتتخانق عشان نظام اكل؟ وعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفكك الموضوع حته حته ونفهم ايه اللي يخلي الناس ترتبط بنظام اكل بالشكل ده، وليه فجاه بيبقى الدفاع عنه مساله جوهريه بالنسبه لهم كانها موضوع حياه او موت. اول نقطه هتكلم عنها هي ان السياسه هنا دخلت في الاكل، بقى الموضوع كانك بتدافع عن قبيله. في علم النفس الحديث الاكل ما بقاش مجرد سعرات حراريه بتخش جسمك عشان تقدر تعيش، الاكل اتحول لحاجه اسمها محدد الهويه والانتماء. يعني لما حد يتبنى نظام غذائي راديكالي زي الكيتو او ان هو يبقى فيجن مثلا، عقله الباطن ما بيترجمش ده على انه تغير في المنيو عادي زي اي حد، هو بيترجمه على انه انضمام لقبيله جديده. صاحبنا في القعده هنا ما كانش بيدافع عن البرجر خالص، هو كان بيدافع عن قبيله الكيتو. وصاحبنا الغشيم برضه ما كانش خايف على صحه صاحبه ولا حاجه، هو بس كان بيهاجم عقيده مختلفه مع العقيده اللي هو بيتبعها. تاني حاجه، السوشيال ميديا بقت مشعلله الدنيا زياده عن اللزوم. طبعا ده كده كده السوشيال ميديا بتعمله طول الوقت، بس ليه دلوقتي بقى الموضوع زايد عن حده كده؟ المنصات الرقميه بقى بتطبق عليك نظام اسمه فقاعه الفلتر. الخوارزميه عارفه ان الصراع بيخلق اعلى معدل تفاعل، فبتحطك في فقاعه فيها ناس بياكلوا زيك وبيشربوا زيك، وبتغرق لك الفيدز بتاعتك كلها بان القبيله الثانيه جهله ما بتفهمش حاجه وانها بتغرق نفسها، وكانها فجاه بقت معركه بين قبائل غذاء رقميه كل واحده فيها عندها جروب على الفيسبوك ومستعده تطلع تحارب اي قبيله بتقول اي حاجه عكس الاتجاه اللي هي ماشيه عليه. وهنا احنا بنقع في فخ نفسي معروف اسمه الانحياز التاكيدي. طب يعني ايه الانحياز التاكيدي؟ يعني مخك بيدور بس على المعلومات اللي تتفق مع الافكار اللي هو مقتنع بيها ويتجاهل اي فكره تانية تتعارض مع المفاهيم دي. لما حد بيمشي على نظام اكل وبيحس فرق حقيقي في صحته، عقله بيترجم ده فورا على انه امتلاك للحقيقه المطلقه. الانحياز التاكيدي هنا بيخليه ياخد باله من كل الايجابيات ويتجاهل كل السلبيات بتاعه النظام، ويبدا يشوف كل حاجه انها بتاكد له ان هو عرف يختار صح. فكره ان الطرف التاني ممكن يكون صح معناها بالنسبه للايجو بتاعك انك كنت مغفل وضيعت وقتك وفلوسك، فبالتالي بيتحول دفاعك عن اختياراتك للاكل هي معركه وجوديه للدفاع عن ذكائك واختياراتك في الحياه. انت هنا مش بتدافع عن نظام اكل، انت هنا بتدافع عن اختياراتك. اول حاجه لازم تاخد بالك منها هي ان جسمك مختلف عن جسم غيرك. الفكره ببساطه ان جسم كل انسان بيتعامل مع الاكل بشكل مختلف على المستوى البيولوجي، يعني مفيش نظام اكل في الكوكب هيقدر يمشي على كل البشر بنفس الطريقه. جسمك عباره عن معمل كيميائي معقد خاص بيك انت بس، اللي تعب صاحبك ممكن يكون هو اللي جسمك محتاجه، والعكس صحيح. لو جربت تعمل تجربة وجبت 20 شخص وخليتهم كلهم يمشوا على نظام الكيتو لمدة شهر، هتلاقي نتيجة مختلفة مع كل واحد فيهم عن التاني. أنسب نظام ليك هو النظام اللي بتختاره بناء على احتياجات جسمك، مش بناء على اقتناعك بترند أو رأي على السوشيال ميديا. خلاصة الموضوع يا جماعة ان المرة الجاية لما تشوف خناقة بخصوص الاكل سواء على السوشيال ميديا او على ترابيزة الاكل مع صحابك، اعمل نفسك ميت وما تخشش المعركة دي برجليك. ولو دخلت هتخش بس عشان تعرفهم معلومة واحدة، ان اي نظام هيمشوا عليه لازم يمشوا عليه بالتدريج لحد ما يقدروا يعرفوا هل هو مناسب لجسمهم او لا، عشان كده كده في الاخر كل واحد يمشي على النظام اللي يريحه. كان معكم التلاتيني، ذلك الذي يفضل المكرونه الفريدو على البرجر بالخس من غير كايزر. لو الحلقه عجبتك ابعتها لحد مهتم بالموضوع ده واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. اشوفكم على خير، سلام.